اهلا بيكم حبايبي. دلوقتي احنا الفيديو اللي فات كنا بنتكلم على ايه الحاجات الاساسية اللي انت محتاج تكون موجودة عشان عملية الفوتوسينثيسيس تحصل. وزي كمان ما قلنا الفيديو اللي فات ان احنا النهاردة هنتكلم على ايه الميكانيزم الاساسي بتاع الفوتوسينثيسيس، وايه هي الخزعبلات والميكانيزمات الغريبة اللي بتحصل، ومين راح فين، وخد بالك ده بيجي من هنا وده بيطلع من هنا وده بيروح فين. دوشة كتير، دوشة كتير قوي قوي قوي، وبتحس ان الموضوع صعب. وبعدين هو احنا فين؟ يعني انت حاسس انك انت تايه، وحاسس ان انت مش عارف اي حاجة، وايه اللي بيحصل دوت. كل ده هنعرفه النهاردة بطريقة سهلة وايه بسيطة جدا جدا جدا. ما تعقدكش وما تتعبكش وما تتلخفنش، وتقدر انت بكل كده ببساطة كده تاخد نوتس كده صغيرة، وتلاقي نفسك انك انت فهمت الموضوع بكل أريحية، والموضوع ما فيهوش أي مشاكل على الإطلاق خالص 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 خالص. الفوتوسينثيسيس حاجة جميلة ولذيذة وسهلة خالص، وهنتعلمها مع بعض. وما تنساش ان احنا هنبتدي على طول في انترو. يلا بينا نشغل الانترو، يلا بينا يلا بينا. طيب، دلوقتي ادينا اهوت بعد الانترو دينا هنتكلم بقى على الميكانيزمز بالنسبه للفوتوسينثيسيس بروسيس. طيب، أم عمليه معقده، مش عارف ليه لا هي مش معقده، ما فيهاش اي عقد خالص، ما اعرفش ليه الناس معقداها يعني، ولكن خلينا نتكلم كده ونشوف بدايات الناس مع الفوتوسينثيسيس كانت عاملة ازاي. واول ساينتست جه لعب مع الفوتوسينثيسيس بروسيس عشان يفهم هو الميكانيزم بتاعها بيحصل ازاي كان اسمه فان نيل. فان نيل هو اول واحد قالك انه اللايت هو الكي بالنسبة للفوتوسينثيسيس بروسيس. في فوتوسينثيسيس في ايه؟ في لايت. ما فيش فوتوسينثيسيس يعني انا ما فيش لايت موجود عندي. فاني لما عمل الاستادي بتاعته عملها على السلفر بكتيريا او الجرين اند بيربل بكتيريا. السلفر بكتيريا دي اوتوتروفيك اورجانيزم، ودول موجود عندهم نوع من البكتيريو كلوروفيل. ده بيكون كلوروفيل ولكن extremely simpler، تمام، بالنسبه للكلوروفيل بتاع البلانت ابو سي 55 اتش 72 ومش عارف كام ان كام ام جي. خلاص بص بقى، اللي هو ده حاجه بسيطه جدا. ليه؟ قال لك نمبر 1 لان البكتيريا دي بسبب كده بكتيريا is a prokaryotic organism. آه extremely simple، النيدز بتاعته ما هياش كتير، وبالتالي هو مش محتاج ان هو يكون معقد، وبالتالي اي عقد هو ممكن يكون محتاجها. لا هو مش محتاج اي عقد من العقد دي خالص، هو الدنيا عنده بسيطة خالص، بكتيريا يعني متوقعين منها. خلاص البكتيريا دي بتعيش في السوامبس، بتعيش في البونز، وده بيخليها ان هي موجود عندها هيدروجين سلفايد كتير. الناس اللي متعرفش ايه هو الهيدروجين سلفايد H2S. خلاص طيب تعالى كده بقى نتكلم. الهيدروجين سلفايد بيكون موجود في الاماكن بالنسبه للبرك والمستنقعات، بيكون موجود فيها بصوره كبيره جدا. احنا هنا في متهيألي في مصر ما عندناش برك ومستنقعات كتير، فبالتالي انت البرسبشن بتاعك بالنسبه للهيدروجين سلفايد هيكون يعني انت مش عارف هو ايه، ولكن ريحته شبه البيض المعفن شويتين ثلاثه. خلاص طيب، الاستخدام بتاع الهيدروجين سلفايد شبه كتير جدا 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 استخدام البلانت للووتر. لو تاخد بالك الانالوجي اللي موجود ما بين الاثنين، هيدروجين سلفايد زي ما كنت بقول لك H2S والووتر H2O. تمام. طيب تعالى بقى هنا، تعالى نكمل بالاحمر. الهيدروجين سلفايد البكتيريا بتستخدمه as a hydrogen source عشان يعمل ريدكشن بالنسبة للكربون دايوكسيد، عشان يحوله لكربوهيدرات والسلفر يطلع، يبقى عندك كبريت. فان نيل قال لك انه اللايت بيعمل ديكومبوزيشن بالنسبه للهيدروجين سلفايد لهيدروجين وسلفر. يعني باختصار لو انت عندك H2S بيجي اللايت عليه، نرسم تعالى نخلي اللايت باللون الاصفر. تمام. فيجي اللايت عليه يروح جاي قسمه نصين، ادي اللايت اهو،
ويروح مطلع لك حاجتين، مطلع لك هيدروجين ويروح مطلع لك سلفر. طيب مفيش مشاكل. ده الوصف بتاعه، ان هو لو عنده 6 molecules من الكربون دايوكسيد مع 12 molecule من ال H2S، او ممكن نقول خلينا مثلا هنا ممكن مثلا نقول ايه 6H 2S بدل 12، بس ما علينا عشان برضو الانالوجي بالنسبه لي، بالنسبه لكتاب المدرسه، انت ما تحسش انك انت تايه. احنا هنا طلعنا 6 ميه، فعشان نقدر 6 في 2 ب 12. تمام، وهنا 12 تانيين، وهنا 24. ادي كده انت عندك 24 هيدروجين موجودين، ما فيهمش اي مشاكل يعني. احنا ممكن نشيل دولت ونخليهم 6، ونشيل الستة اللي هنا، وتبقى المعادلة بالنسبة لك انت موزونة يعني، ما فيهاش اي مشاكل خالص. طيب، فده بالنسبة لك هو 6 molecules من الكربون دايوكسيد مع 12 molecule من H2S sunlight energy bacterial chlorophyll، هيديني الجلوكوز او الكربوهيدرات اللي هو بيدور عليها، ووتر وسلفر، والسلفر دوت يحصل له precipitation. طيب، على نفس البيسز فان نيل عمل assumption، تمام، انه اللايت رياكشن في الجرين بلانت similar للي بيحصل في البكتيريا. قال لك تمام، نفس اللي بيحصل. انا عندي هنا كربون دايوكسيد، وعندي ووتر، هيديني كربوهيدرات، وهيديني ميه، ما مش لازم، ممكن ما نكتبش هنا يعني، ممكن نحاول نبسطها. نحاول ابسطها لك، وهنا يبقى 6 بس، وانا هنا اشيل لك الميه دي تماما، واعملها لك كده اهو. ما لهاش اي لازمه على الاطلاق، مولكيول الميه ده خالص ملوش اي لازمه على الاطلاق. تمام، بس انت مش محتاجه يعني. فانت هنا بالنسبه لك ادي هنا ال 12 هيدروجين اللي انت بتدور عليهم، ادي هنا ال 12 هيدروجين تانيين، فهنا كده المعادله موزونه بالنسبه لك يعني. هنا 6 في 2 ب 12 اكسجين، و6 في 1 ادي كده 6 18، ادي هنا 12 و6 18، 6 كربون 6 كربون، المعادله موزونه، ما عملناش اي خلل بالنسبه للمعادله على الاطلاق، بالعكس يعني قصرناها شويه. تمام. طيب، نقدر نعمل الكلام ده برضو فوق يعني، مفيش اي مشاكل، سواء انك انت احتجت تكتبها باي طريقه. انت مش محتاج انك انت تكتب 12 بس انت ممكن تكتب 6 وتقدر تشيل الباقي ده. طيب، فان نيل الكلام اللي هو قاله جميل جدا. هو الراجل حط انالوجي بالنسبه للي بيحصل في البكتيريا، وبالنسبه للي بيحصل في البلانت. طيب، عم فان نيل، سؤال مهم، حضرتك عملت فيريفيكيشن للاكسبيرمنت بتاعتك؟ لا. طيب، ما يلا بينا نعمل لها فيريفيكيشن. ومن هنا ساينتست في كاليفورنيا يونيفرسيتي قال لك طيب احنا لازم نعمل فيريفيكيشن بالنسبه لفانيل اكسبيرمنت. لان خليني اقول لك على حاجه مهمه قوي بالنسبه للساينسز، انه اي اكسبيرمنت او اي assumption بيطلع عشان يوصل لمرحله ان هو يكون ثيري او نظريه، لازم يكون proven، لازم يكون peer observed، لازم نلاقي ان الناس ابتدت ان هي تجرب نفس التجربة دي، والتجربة دي طلعت بنفس النتيجة، ويكون ناس مختلفة من أماكن مختلفة عشان نتأكد من صحة التجربة اللي حد ما طلع بيها وحد ما عملها. طيب، ساينتست بتوع كاليفورنيا قال لك طيب احنا هنجرب الاكسبيرمنت بتاعت فان نيل، ولكن على الجي، مش اي الجي، لكن الكلوريلا الجي. كلوريلا الجي لطيف بسيط جدا يعني، وسهل انك انت تجيبه من اي مكان عادي يعني خالص. فده كان حاجة لطيفة يعني. قال لك طيب احنا هنأكد ونعمل verification correctness بالنسبة لفان نيل ثيوري. في نفس الوقت احنا هندي للألجي كل الظروف اللي هو محتاجها عشان يقدر يعيش. عايزة بلانت هو محتاج، او از برضو بلانت لايك بروتيستا، الألجي بيكون بلانت لايك بروتيستا. هتلاقي انه الألجي محتاج اكسجين، محتاج محتاج سوري، محتاج ووتر، محتاج كربون دايوكسيد. بس احنا الميه اللي احنا هنجرب بيها هنعمل تجربه بمرتين، والمرتين دولت مختلفين. فان نيل في الاسامبشن بتاعه افتكر كده كويس قوي، قال انه الووتر هي source of hydrogen. تمام، احنا عايزين ناكد على
المعلومة دي. خلاص، طب انا هأكد عليها ازاي؟ هدور على الهيدروجين ازاي؟ قال لك بسيطة، لو الووتر هي اللي بتتكسر فهي هتطلع اكسجين، صح كده؟ اه صح كده، تمام. طب ما انا العب في الاكسجين، ايه رأيك؟ تمام، قال لك طيب مرة هجرب بووتر موجود فيها الراديو اكتيف ايزوتوب بالنسبة للاكسجين O18 بدل العادي O16، ومرة تانية هجرب انه الكربون دايوكسيد الاكسجين اللي طالع منه بدل ما يكون اكسجين 16 هخليه اكسجين 18. تمام. طيب كل ده عشان اقدر اعمل confirmation بالنسبة للريزلت بتاعت فان نيل. خد بالك، لو انت طلع عندك في الريزلت اللي فوق وانت بتجرب بالمية اللي فيها اكسجين 18 وطلع بره اكسجين 18، او طلع عندك راديو اكتيف ايزوتوب، لان احنا بنعرف اللي طالع بره دوت راديو اكتيف بجايجر ميتر بعداد جايجر، فالاكسجين اللي طالع دوت لو هو راديو اكتيف فهنلاقي ان الجايجر ميتر عمال بيتحرك ويطقطق يعمل تك 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 كتير، فكده نعرف ان انت هنا موجود عندك راديو اكتيف ماتيريال. لو الجايجر ميتر ما طلعش مع الووتر وهي باكسجين 16، خلاص يبقى كده انت عملت تأكيد بما لا يدع مجال للشك ان المية هي السورس بتاعت الاكسجين. ولكن لو انت حطيت اكسجين 18 في الكربون دايوكسيد والمية فيها اكسجين 16 وطلع في قراية بره بتقرا على جايجر ميتر، يبقى الاكسجين اللي طالع دوت من الكربون مش من المية، ونظرية فانيل كده غلط. طيب تعالى كده نشوف في الفيرست اكسبيرمنت اللي موجودة عندك. تمام، طلع عندك لما احنا جربنا بالمية باكسجين 18 طلع عندي اكسجين 18 بره. في السكند اكسبيرمنت لما جربت والووتر باكسجين 16 طلع عندي بره اكسجين 16 تاني. اذا انا هنا عملت اكسبيرمنت، او الناس بتوع كاليفورنيا يونيفرسيتي عملوا اكسبيرمنت ما خلاش اي شك في كلام فان نيل. كلام فان نيل صح، الاكسبيرمنت اللي هو عملها صح، الاكسجين اللي طالع من الميه، وان الووتر هي السورس اوف هيدروجين بالنسبه للفوتوسينثيسيس بروسيس، زي ما هو حط الافتراضيه بتاعته وحط النظريه بتاعته في الاول خالص لما حب يعمل انالوجي ما بينها وما بين البيربل بكتيريا او السلفر بكتيريا. طيب لكن الرياكشنز بالنسبه للفوتوسينثيسيس بروسيس اللي بتحصل على خطوتين، والخطوتين دولت مهمين جدا جدا جدا. الخطوتين دولت مهمين لان انت مفيش واحدة هتحصل من غير التانية. والبروسيس دي اسمها خلينا نقول عليها لايت رياكشن او لايت ديبندنت رياكشن، ودارك رياكشن او لايت انديبندنت رياكشن. مش معنى ان هي بقول لك عليها ان هي دارك رياكشن هي بتحصل في الضلمة، لا، الفوتوسينثيسيس بيحصل في النور. بس انت عندك اللايت رياكشن بيكون الليميتنج فاكتور بالنسبه لك هو البريزنس بتاع اللايت. ده بتحصل في السيستم الاولاني، دي بتحصل في الجرانا. تمام، هي دي المحرك عشان الدارك رياكشن تحصل او اللايت انديبندنت رياكشن تحصل عندك. طيب الدارك رياكشن او اللايت انديبندنت رياكشن بيكون الليميتنج فاكتور فيها بيكون هو التمبريتشر بتاعتك. اللايت اندبندنت رياكشن او الدارك رياكشن بتحصل within the stroma of the chloroplast، يعني الاثنين بيحصلوا جوه الكلوروبلاست، يعني الاثنين بيحصلوا كمان وفي نور. او حد يضحك عليك يقول لك اصل الدارك رياكشن بتحصل في الضلمه، لا، اللايت رياكشن والدارك رياكشن او اللايت ديبندنت رياكشن واللايت اندبندنت رياكشن الاثنين بيحصلوا in the presence of light in the presence of light. ولكن الفرق انه اللايت ديبندنت رياكشن بيكون البريكورسور بتاعك والاساس بتاعك والليميتنج فاكتور بتاعتك هو اللايت، وبتحصل within the جرانا. ليه جوه الجرانا؟ عشان الجرانا جواها كلوروفيل، والكلوروفيل هو اللي بيابزورب اللايت. الاستروما ما فيهاش كلوروفيل، فطبيعي
اي رياكشن هيحصل فيها هيكون لايت اندبندنت، مش محتاج اللايت. هيحتاج اللايت في ايه؟ ما هو ما عندوش كلوروفيل يابزورب لايت بيه. فالاستروما الرياكشن اللي هتحصل فيها مش هتكون محتاجه اي لايت على الاطلاق. طيب تعالى كده نشوف ايه اللي بيحصل في اللايت رياكشن ستيب باي ستيب، واحده واحده وبالراحه. لو تفتكر انا قلت لك انه الكلوروفيل او كل البيجمنت الفيديو اللي فات بتديبند على ثيري واحده، اللي هي كاتش وريليس. كاتش انرجي من اللايت، وريليس الانرجي بعد كده عشان تقدر تستخدمها. طيب ايه اللي بيحصل؟ قال لك بكل بساطه اول ما اللايت يوصل للجرانا خلاص هو عدى الابيديرمس، دخل على الباليسيد لاير، ابتدى يملى الكلوروبلاست اللي موجوده باللايت. دلوقتي اللايت دخل جوه الكلوروبلاست، الكلوروفيل اللي موجود جوه الثايلاكويد بتاعت كل بتاعت الجرانا، تمام، يبتدي الكلوروفيل يحصل له اكتيفيشن. الاكتيفيشن ازاي؟ او يكون اكسايتد. اخدت في اولى ثانوي اكيد كلام عن الالكترونز، اوكي، وانه في بعض الاوقات الالكترونز ممكن تكون اكسايتد وتطلع هاير ليفل لما تجين انرجي، تمام، وممكن تاخد الكلام ده كمان السنه دي. خليني اقول لك انه الكلام ده هو الاساس بتاعنا واحنا بنتكلم على اللايت رياكشن. طيب ايه اللي بيحصل؟ الالكترونز اللي موجوده جوه الكلوروفيل هيحصل لها اكتيفيشن، واول ما يحصل لها اكتيفيشن هتبتدي تطلع من low energy level ل higher energy level. هي خلاص خدت انرجي من اللايت، فتطلع من اللي تحت تطلع لليه؟ تطلع للي فوق، تمام. يعني once انه احنا مثلا هنقول ادي اللايت اهو جاي من بره، هيخبط في الكلوروفيل اهو، ونقول هنا ده لايت اهو، وده كلوروفيل. ايه اللي هيحصل؟ الالكترون اللي قاعد في انرجي ليفل نمبر 1، الكترون غلبان عادي خالص، هيروح مثلا ناطط خلاص لانرجي ليفل مثلا let's say نمبر 3 مثلا، تمام، وبتكون excited state، او بنسميها بنقول هنا ان الكلوروفيل بقى excited او activated. طيب هو خد انرجي، الالكترون عبيط حبتين، هيقعد شويه ينبسط بالانرجي اللي هو عايزها، بعد كده يريليس الانرجي دي، تمام. طب لما يريليس الانرجي دي ينزل تاني مكانه والانرجي دي تطلع بره. خلاص الانرجي دي لما تطلع، تمام، يرجع تاني الكلوروفيل ليه ستيبل ستيت، بس في نفس الوقت هو محتاج يعوض الالكترونز اللي طلعت فبيجيبها من الميه. طيب قال لك part بيكون stored في chlorophyll used up in splitting water into hydrogen and oxygen. يعني الانرجي اللي طالعه دي ما طلعتش من فراغ، لا دي طلعت تشتغل. ايه الشغل بتاعها؟ ان هو قسم لي الميه. وهنا دي اهم حاجه، دي اهم ايه؟ دي اهم حاجه. كده الاكسجين هيروح جاي طالع بره، وخلاص خلص الاكسجين، وخلاص خلص الاكسجين. كده الاكسجين مش هنتكلم عنه تاني، باي باي، بره يا اكسجين، اطلع بره، تمام. اهو نطلع الاكسجين بره. البارت التاني الهيدروجين، هنعمل فيه ايه ده بقى؟ الهيدروجين ده هنعمل فيه ايه؟ قال لك جزء من الانرجي بالنسبه للاكسايد كلوروفيل بتكون ستورد في مولكيول حضرتك عارفه من السنه اللي فاتت، اسمه ATP او ادينوسين تراي فوسفيت. ال ATP ده عبارة عن كومباينيشن من أخوه الصغير ADP أدينوسين دايفوسفيت مع فوسفيت جروب راح ادالك ال ATP. فادي ADP بلس B بلس انرجي طبعا جايبها من اللايت راح ادالك ATP.
قال لك الهيدروجين بقى اللي طالع هيكومبايند مع مولكيول مهم قوي 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 قوي، من فضلك ركز ومن فضلك ركزي فيه، اسمه ناد بي. ايه ناد بي دوت؟ ناد بي دوت اسمه بروتون كارير او الكترون كارير. الناد بي هيروح جاي عامل بوند مع الهيدروجين، ويروح عامل لك كومباوند اسمه، ريزل شويتين تلاتة معلش، هو طبعا مش عليك انك تحفظ الاسم يعني، بس الاسم مهم، اسمه نيكوتيناميد داي نيوكليوتايد فوسفات. تاني، نيكوتيناميد داي نيوكليوتايد فوسفات. فيدي لك حاجة اسمها ناد بي اتش 2. ناد بي اتش 2 هنا الهيدروجين اللي طالعة بعد ما احنا قسمنا المية اتنين، مش هيقدر يطلع بره زي مش هيقدر يطلع بره زي الاكسجين اللي احنا طردناه، لا ما احنا هنا قلنا له ايه، خد تعالى هنا، اقعد هنا مكانك. جبنا له لزق وقعدناه، مش هيقدر يعمل اسكيب، خلاص انت دخلت هنا مش تطلع بره. تمام. وخلاص الاكسجين يطلع بره از باي برودكت بالنسبه للديكومبوزيشن بالنسبه للميه، خلاص هنا يطلع بره. باي باي يا اكسجين، شكرا مش عايزينك. هيدروجين تعالى ادخل لنات بي، بقيت نات بي اتش 2. طيب ايه بقى اللي يحصل؟ تعالى بقى، شايف الدايجرام ده؟ مهم جدا 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 جدا، مهم جدا بالنسبة لي أنا كمستر أرساني، ومهم جدا 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 بالنسبة لك وبالنسبة لك. ليه الجراف ده مهم؟ الجراف ده حضرتك معرض تتسأل فيه. الجراف ده مهم لأنه بيوضح لك كمان السمبلستي بتاعة اللايت رياكشن. اللايت رياكشن بتحصل في مفيش، الموضوع سلس جدا وسهل جدا جدا جدا. زي ما قلت لك، ادي الانرجي جايه من الصن، لايت انرجي تروح لكلوروفيل A، يحصل يكون اكتف كلوروفيل انرجي بتستخدمها في حاجتين، هعمل كونفرجن ل ADP ل ATP، والانرجي دي تروح للدارك رياكشنز اللي موجودة عندك، والووتر تتقسم اتنين لأكسجين يطلع بره، شكرا اطلع بره، نكتبها له اطلع بره، اطلع بره. تمام. والهيدروجين الموجود عندك يدخل مع نيكوتين اميد داي نيوكليوتايد فوسفات عشان يديلك نات بي اتش 2، وبرضه هيروح مع ال ATP على الدارك رياكشن او اللايت انديبندنت رياكشن. طيب الدارك رياكشن او اللايت انديبندنت رياكشن هي رياكشن بتحصل جوه الاستروما، مش محتاجه لايت، هي كل ما تكون سنسيف شويه للتمبريتشر اللي موجوده عندك، وده اللي بتتحكم، تقدر تتحكم فيها في الريت بتاعك. زي ما قلت لك في بعض الاوقات رياكشنز تقدر تتحكم فيها في الريت مثلا من خلال اللايت. فوتوسينثيسيس عموما اوفر اول تبطئه وتسرعه على حسب الاماونت اوف لايت اللي موجوده عندك. طيب دلوقتي الهيدروجين اللي جاي مع نات بي اتش، تمام، ليه وظيفة. طب ايه وظيفته؟ قال لك used to fix the carbon dioxide gas into carbohydrate. كلمة fix هنا مش معناها ان هو يصلح، خلاص، وركز قوي في النقطة دي. كلمة fix هنا معناها ان هو يثبت. يعني ايه يثبت؟ يعني ايه الكلمة دي؟ الكلمة دي هتسمعها كتير، سواء تسمعها عربي تسمعها انجليزي. تمام. ايه كلمة يثبت دي؟ ليه بيحصل فيكسيشن؟ ايه فكرة الفيكسيشن؟ فكرة الفيكسيشن ان انت بيكون عندك كومباوند مهم مش عايزه يبعد بعيد، فبتضطر انك انت تربطه مع حاجة تانية. ده المقصود بكلمة فيكسيشن، بتثبته مكان. زي ما احنا عملنا مع الهيدروجين، عشان الهيدروجين ما يهربش رحنا لزقناه مع نات بي، فبقى نات بي اتش. في نفس الوقت احنا مش عايزين الكربون دايوكسيد يطلع، تمام، احنا مصدقنا ان هو دخل جوه البلانت، تمام، جوه الليف كمان بتاعت البلانت تو بي بريسايز. تمام، فشكرا، انا هستخدمه عشان اعمل بيه كربوهيدرات يا كربون دايوكسيد. طيب من هنا بقى عندنا بروبلم عويصه حبتين تلاتة. طب يا سيدي حضرتك جبت الكربون دايوكسيد، تمام، ها، ايه اول مولكيول انت عملته؟ ومن هنا جت الاكسبيرمنت بتاعت ميلفين كالفين. ميلفين كالفين برضو كان شغال في كاليفورنيا يونيفرسيتي. واكشلي انا عايز اقول لك على حاجه، انه احنا تكريما لمانفيل كالفين في جزء مهم في اللايت اندبندنت رياكشن احنا مسمينه كالفين سايكل، او في بعض الاوقات
ممكن تلاقي ريفرنسز تانية بتقولك على اللايت اندبندنت رياكشن، الكالفن سايكل او كالفن رياكشنز. ده تكريما ليه. مالفين كالفن قال لك عشان اقدر افهم النيتشر بتاعه اللايت اندبندنت رياكشن او دارك رياكشنز دي، انا محتاج يكون عندي راديو اكتيف كربون دايوكسيد. ومين هنا يكون احسن من كربون 14؟ الراديو اكتيف ايزوتوب للكربون العادي. حضرتك عارف ان الكربون العادي بيكون كربون 12، كربون 14 ده بيكون راديو اكتيف، مشع يعني. خد بالك بنحسب منه عمر الحاجات القديمة برضو الكربون 14 ده. طيب الراجل ده عمل ايه؟ الراجل ده عمل الجهاز اللي قدامك في الشكل ده. خلاص، الراجل ده عمل جهاز اللي قدامك في الشكل ده. الراجل ده راح دخل على، جاب الكلوريلا الجي، تمام، وجايب سورس من الكربون دايوكسيد، والسورس دوت موجود عنده كربون 14. السورس ده موجود عنده ايه؟ عنده كربون 14 اهو، هنا ده كربون 14. فيعني ده كربون دايوكسيد، وانا هعرضه لللايت مره واحده وحاطط تحت منه هوت الكحول. ايه العذاب ده؟ كحول سخن، هيعمل فيه ايه؟ طب تعالى نشوف. هو سمح ان الكربون دايوكسيد اللي هو فيه كربون 14 الراديو اكتيف كربون، وده عشان يعمل ليبلنج. التكنيك ده كان مشهور جدا في الوقت ده وما زال لحد دلوقتي في طور الاستخدام. يعني اوعى تقلق يعني ان هو مش في طور الاستخدام، لا هو في طور الاستخدام عادي جدا يعني. لحد دلوقتي بنستخدمه، تكنيك مفيد جدا جدا جدا، واستخدامه يعني خلاص يعني بقى يعتبر من الاندستري ستاندرد، يعني من الستاندردز بتاعه الاكسبيرمنت بتاعتك، ان انت يكون عندك تجربه. يعني لو هي ريليتد ببيولوجي ممكن انك انت تستخدم الراديو اكتيف ماتيريال، يعني عشان تعرف مثلا مكان حاجة فين، عايز تعرف مثلا بروسيس معينة بتحصل ازاي، فانت تقدر من خلال الراديو اكتيف ماتيريال دي انك تقدر تتبعها. طيب نرجع تاني للكالفن اكسبيرمنت. فكالفن مهم راح دخل الكربون دايوكسيد الكربون 14 دوت على الكلوريلا الجي، وعرضه لللايت، بس عرضه لللايت فور بريف اماونت. خليني اقول لك ان هو عرضه لللايت بريف اماونت دي اللي هو مثلا تقريبا من 3 ل 10 ثواني. وبعد كده على طول راح فتح الفيوسيت اللي تحت دي ونزل كل كلوريلا الجي في الهوت الكول. طب هتقولي ليه العذاب؟ ليه نزله في الهوت الكول؟ قالك for several reason. اهم reason منهم ان هو to kill the algae، وان هو يعمل ستوب لكل الباي كيميكال رياكشنز اللي موجوده عندك. يعني ايه؟ يعني انا يا دوبك عايز ان هو يكون ابتدى بس في الفوتوسينثيسيس ومش عايزه يكمل بعديها. انا عايز يقف عند اول تك، عند اول خطوه تك وبس. خلاص. في نفس الوقت ابتدى يفصل البرودكتس بتاعت الفوتوسينثيسيس بطرق خاصه بيه، بتجارب اناليتيكال بالنسبه له، ولقى انه في حاجه مهمه جدا 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 حصلت. قال لك اكتشف the first stable compound to be produced is PGAL او phosphoglyceraldehyde، او زي ما انا بحب اسميه بجال. تمام، يعني هو اسمه phosphoglyceraldehyde. Now phosphoglyceraldehyde is a 3 carbon compound. تمام، تقدر تعتبره ان هو اول 3 كربون شوجر موجود عندك. بجال هو البداية، فوسفوجليسيريدايت هو البداية عشان يبقى عندك جلوكوز. من غير فوسفوجليسيريدايت انت ما عندكش جلوكوز. تمام، بجال هو البداية الأساسية كمان عشان يكون عندك بروتينز، عشان يكون عندك فاتس، عشان يكون عندك ليبيدز. تمام، كل دوت انت محتاج فوسفوجليسيريدايت as a precursor، هو البداية، هو الأول بالنسبة للرياكشنز اللي بتحصل عندك. ممكن يتغير بقى لحاجات تانية على حسب الباثوي اللي انت. اتمنى الناس تكون كلها استفادت، اتمنى ان الفيديو يكون وقته قصير. ما تنساش تعمل لايك، شير، سبسكرايب مع كل اصحابك، فيسبوك،
اعمل في تويتر، اعمل في انستجرام، اعمل شير في اي حتة مع كل الناس اللي انت تحب توصل لهم. واتمنى ان انا اشوفكم المرة اللي جاية حلقة جديدة من Biology with Arsene.